السلام عليكم. شقتك عامل ليها تصالح؟ طب استنى وركز معايا كويس جدا. لو حد قالك الشقة دي معمول لها تصالح، يعني تتسجل في الشهر العقاري عادي جدا، استنى معايا علشان الكلام اللي هقوله لك ده ممكن يضيع فلوسك. واحد صاحبنا اشترى شقة وفرح جدا لما عرف ان المبنى اللي فيه الشقة معمول له تصالح، وقال كده خلاص هسجل الشقة في الشهر العقاري. لكنه اتفاجئ بالصدمة القانونية، الطلب بتاعه اترفض. الحقيقة القانونية اللي محدش هيقولك عليها إن التصالح في مخالفات البنى مش معناه إثبات ملكية. التصالح معناه إن المبنى بقى قانوني من ناحية البنى فقط، لكن الملكية دي قصة تانية خالص. لأن طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، التصالح بيرفع المخالفة لكن مش بينقل الملكية. طب السؤال، هل الشقة أو العقار اللي معمول له تصالح ينفع يتسجل في الشهر العقاري؟ الإجابة واضحة وصريحة، هي أيوة، نعم. ينفع الشقة اللي تم التصالح عليها ينفع تتسجل في الشهر العقاري، وينفع كمان يتعمل لها دعوى صحة ونفاذ في المحكمة، لكن بشروط مهمة جدا أركز معايا فيها. أول حاجة لازم يكون قرار قبول التصالح نهائي، تمام؟ رقم 2 لازم يتم سداد كامل مقابل التصالح، سداد كامل مالي. 3 لازم يكون عقد بيع الشقة أو العقار صحيح. 4 لازم يكون صاحب الأرض أو ملك الأرض مسجل بعقد أو حكم محكمة. يعني لو حضرتك معاك محضر تصالح بس من غير قرار نهائي، ده ما يكفيش تسجيل الشقة في الشهر العقاري ولا صحة ونفاذ. ودي أكتر غلطة بتضيع فلوس ناس كتير، لما حد يقول لحضرتك هات فلوس وأنا أسجلك الشقة بتاعتك. وخدها قاعدة مني، تصالح يعني تقنين بنى، لكن التسجيل هو إثبات ملكية، الاتنين مش واحد. لو عايز تفهم القانون قبل ما تمضي أو تشتري أي حاجة، تابعني واشترك في القناة، عشان هنا بنقول المعلومة زي ما هي، مش زي ما الناس فاكرة.